عمرك سألت نفسك ليه ممكن تلاقي واحد عبقري وخريج أكبر الجامعات ومع ذلك مفلس أو غرقان في الديون، وفي المقابل تلاقي شخص بسيط جدا تعليمه على قده بس قدر يجمع ثروة ويأمن مستقبل ولاده؟ الحقيقة اللي بنهرب منها دايما هي إن النجاح المالي ملوش علاقة بذكائك ولا بشطارتك في الحساب. الموضوع كله في دماغك وفي الطريقة اللي بتتعامل بيها مع الحياة. لازم تستوعب في الأول إن مفيش حد فينا مجنون. كل واحد فينا بياخد قراراته المالية بناء على تجاربه الشخصية. اللي عاش طفولة فقيرة بيشوف القرش بشكل مختلف تماما عن اللي اتولد وفي بقه معلقة ذهب. عشان كده قبل ما تلوم نفسك على قرار مالي غلط خدته زمان، افهم إنك كنت بتتصرف باللي تعرفه وبالظروف اللي كانت محوطاك وقتها. لكن المشكلة الكبيرة بتبدأ لما ننسى إن الحظ والمخاطرة هما وجهين لعملة واحدة. بننبهر بالناجحين وبنفتكر إنهم خارقين، وبنحتقر الفاشلين وبنفتكر إنهم أغبياء، وبننسى إن في عامل بره إرادتنا كلنا هو اللي بيوزع الأدوار دي في أغلب الأحيان. عشان كده ما تبصش على الحالات الفردية المتطرفة، بص على الأنماط العامة اللي بتمشي مع أغلب الناس. وأكبر فخ ممكن تقع فيه هو فخ المنظرة أو إنك ما تعرفش تفرمل طمعك. في ناس ضيعت كل حاجة عشان كانت بتدور على المزيد وهي أصلاً معاها اللي يكفيها ويزيد. أصعب مهارة ممكن تتعلمها هي إنك تقول لنفسك كفاية كده. لو المرمى بتاعك كل شوية بيتحرك لقدام، عمرك ما هتجيب جون، وهتفضل طول عمرك بتجري ورا سراب. والسر هنا إنك تفهم الفرق بين إنك تكون غني وبين إنك تكون ثري. الغنى هو اللي الناس بتشوفه، العربية الفخمة، اللبس الغالي، والسكن في أرقى مكان. لكن الثراء الحقيقي هو اللي محدش بيشوفه، هو الفلوس اللي في البنك، الأصول اللي بتكبر، والقدرة إنك تقول لأ لأي حاجة مش عجباك. الثراء هو إنك تشتري وقتك، مش إنك تشتري حاجات عشان تبهر ناس أنت أصلاً مش بتحبهم. السر كله بيبدأ من قاعدة بسيطة: التوفير هو الفرق بين دخلك وبين الأنا بتاعتك. يعني لو عاوز فعلا تبدأ تمسك فلوس، أول خطوة عملية هي إنك تفرمل رغبتك في المنظرة أو الفشخرة الكدابة. الثراء الحقيقي هو الفلوس اللي محدش بيشوفها، هي الأصول والتحويشة اللي بتكبر بعيد عن العين، مش الموبايل اللي جايبه بالقسط عشان توري الناس إنك معاك. عشان كده عود نفسك على قاعدة 24 ساعة. لو شفت حاجة ونفسك فيها، استنى يوم كامل قبل ما تشتريها. هتكتشف إن أغلب مشترياتنا بتكون هبة عاطفية وبتروح لحالها. تاني خطوة لازم تعملها هي إنك تبني هامش للخطأ. مفيش حد ضامن الظروف، والفرق بين اللي بيغرق وبين اللي بيفضل عايم هو صندوق الطوارئ. لازم تشيل مبلغ على جنب حتى لو بسيط كل شهر، وانسى إنه موجود تماما. الفلوس دي مش للاستثمار ولا للمصايف، دي عشان لما الدنيا تعند معاك، وهتعند في وقت ما تضطرش تكسر استثماراتك أو تستلف بفوايد تخرب بيتك. تالت حاجة لازم تفهم إن البقاء أهم من الذكاء. يعني بلاش تجري ورا المكاسب السريعة والرهانات العالية اللي ممكن تخسرك كل حاجة في لحظة. السر في مفعول كرة التلج. لو استثمرت مبلغ بسيط بانتظام في حاجة مضمونة وسبته سنين طويلة، الوقت هيعمل اللي الذكاء ما يعرفش يعمله. الثراء بيحب النفس الطويل مش الجري السريع. ابدأ بفتح حساب توفير أو ذهب أو حتى مشروع صغير، وزود فيه مبلغ ثابت كل شهر مهما كان قليل. المهم الاستمرارية. رابع خطوة عملية هي إنك تعيد تعريف معنى الرفاهية في دماغك. أعلى قيمة الفلوس ممكن تقدمها لك مش هي إنك تركب عربية موديل السنة، هي إنك تشتري وقتك. لما يكون معاك مبلغ سندك بتقدر تقول لأ لشغلانة مش مريحة، أو مدير بيستنزفك، أو مشروع مش مقتنع بيه. الحرية إنك تصحى الصبح وتقرر هتعمل إيه النهاردة، هي دي العائد الحقيقي على استثمارك. في النهاية النجاح المالي مش إنك تكون عبقري في البورصة، النجاح هو إنك تكون مسيطر على تصرفاتك. الثروة الحقيقية مش بتيجي من خبطة حظ ولا من ذكاء خارق في البورصة، هي بتيجي من الصبر. لو بدأت صغير واستمريت فترة طويلة، الوقت كفيل يخلي ثروتك تكبر بشكل مش هتصدقه. أهم حاجة مش إنك تكون عبقري، أهم حاجة إنك ما تفلسش وتفضل موجود في اللعبة لأطول فترة ممكنة. التوفير هو الفرق بين دخلك وبين الأنا بتاعتك. كل ما قللت رغبتك في الاستعراض، كل ما زادت فلوسك اللي بتشتغل عشانك. كل الكلام اللي فات ده هو الخلاصة اللي بيعلمها لنا واحد من أعظم الكتب اللي اتكتبت في السنين الأخيرة عن التعامل مع الفلوس، كتاب سيكولوجية المال لمورغان هاوسل. الكتاب ده مش هيعلمك إزاي تضارب في البورصة، لكنه هيعلمك إزاي تفهم نفسك وتتحكم في سلوكك، لأن دي هي المعركة الحقيقية.